تعالى اقول لكم لما قبضت عملت ايه. قلت اجدد الاجهزه. يعني انا لسه جايبه ميكروويف بصراحه في رمضان، بس كنت جايباه كبير 50، ف50 بحتاجه في حاجات معينه. لما بكون بغرب بقى كده في طبق كبير وبحطه عزومات وكده، تسخني فيه الاكل سريع سريع قبل ما انزل على السفره، اللي هي الحاجات الكبيره. فجبت ده 30، وجبت ده كمان، دي قلايه هوائيه، دي تالت قلايه هوائيه اجيبها. انا جبت السلستين قلايه هوائيه وفرن مع بعض، وجبت القلايه الهوائيه دي لوحدها. بصراحه بتنفع ساعات ببقى تعبانه بحطها جنبي والفيشه جنبي واعمل الاكل وانا قاعده، تاخدش معايا وقت يعني. الدنيا بتحكم وبتبقى حلوة كمان. دي عجبتني عشان 10 كيلو. يعني تاخد 4 فرخات هوريها لكم من جوه. وجبت البوتاجاز اللي هو المسطح، وانا جبته مرة قبل كده وكويس جدا، بس انا عايزة ازود بوتاجاز تاني علشان في العزايم بصراحة ببقى محتاسة. فحبيت كده برضو ايه اوريهولكم. انا فتحت البوتاجاز اهو وهبدا اركبه، وانا بركبه برضو هوريكم واحده واحده. بسم الله ما شاء الله. انا فكيته خالص اهو، طلعته، شلت العيون. يلا بينا بقى ناخده كده ونشيله ونحطه فوق الرخامه. على فكره البوتاجاز ده فيه ميزه، ممكن تفحتي في الرخامه وممكن تحطيه كده ليه رجول. ماشي. فانا قلت هحطه كده لغايه ما اجيب حد يحطولي جوه ايه الرخامه. ماشي. فجمعته بقى كده وحطيت العيون بتاعته بوريهولكوا. ده انا جبته قبل كده طبعا عشان خاطر الزحمه بيبقى في الشغل وفي اليوم وانت واقفه في المطبخ عايزه تخلصي اكلك بسرعه. جميل. وبصوا الاير فراير بتاعتي كبيره جدا ما شاء الله، دبدوبه، مسميها الدبدوبه. بصوا ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك يا رب. تعبنا وشقينا وكرمنا وربنا كرمنا، وبنجيب حاجات زياده في بيتنا. طبعا الحمد لله انا عندي كل حاجه. انا عندي 2 اير فراير، واحده سلستين وواحده 8 رتل. بس يا دوبك بصراحه، لا مش 8 رتل، لا اقل، يا دوبك بتاخد فرخه 4 تقريبا، 4. دي 10 بتاخد فرخه مشويه وتحتيها البطاطس التانية، انما دي هتاخد 4 فرخات معاكي، فهتنجز معايا في العزومات وكده. فانا جايبه الحاجات دي فري تبقى عندي عشان وقت العزومات، وقت رمضان، وقت ما يبقى وابني كده يجيب صحابه وكده، بيبقى طبعا الاكل كله ورا بعضه شغال وعايزه تخلصي بسرعه. يبقى عندي كده حاجات منقذه، بدل ما يبقى عندي 4 عيون يبقى عندي 8 عيون. ماشي. وادي الاير فراير هفتحها معاكم، حطيتها فوق البوتاجاز عشان افتحها معاكم. بالنسبه لواحده سالتني على الخضره اللي انا حطاها ورا البوتاجاز، على فكره دي انا حطاها داري الفيش، بس عشان خاطر هي سالتني كذا مره في التعليقات. اداري الفيش، لا الحمد لله السيراميك بتاعي كويس وجديد، بس اني انا بداري الفيش بتاعت الاجهزه. زي مثلا البوتاجاز فيه اللي هو الاشعال الذاتي بتاعه، فلازم يتحط بالكهرباء، شكله ما بيبقاش حلو كده في التصوير، فبحط ايه الخضره دي تداري. بس يلا بينا نرجع بقى لاجهزتنا. فتحت الاير فراير، بصوا ما شاء الله تبارك الله، الحله بتاعتها كبيره 10 رتل. فاهمين يعني ايه 10 رتل؟ انا عندي ال4 رتل او 3 رتل ونص، بتاخد فرخه كبيره، فرخه كبيره مشويه. بقى لها عندي 10 سنين، 8 سنين ونص، ما قالتش يا عيني. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله كويس. دي بالتاتش. التانية كانت لا بالزرار. فاحنا برضو ايه، حبيت اللي انا اوريكم الحاجه كده واوريها لكم. بسم الله ما شاء الله جميله ورهيبه، ما شاء الله ساعتها كبيره. شلت كمان اللي جواها بوريها لكم من جوه، جميله جدا، هتنقذني في العزومات. ما شاء الله هتبقى رهيبه، تاخد معايا بقى كل حاجه، تعملي فيها بيتزا وكيكه وتعملي فيها كل حاجه، كل ما يخطر على بالك تعملي. وجبت وبرده جبت الميكروويف عشان خاطر ده 30، اللي عندي 50، فانا عايزه حاجه صغيره تبقى منقذه كده وسريعه. تسخين، حاجات تسخين. التاني بخليه لما اسخن الاكل قبل ما احطه على السفره في رمضان، في العزومات، في كده. ما شاء الله تبارك الله. جايباه برضو 1800 واط عشان خاطر يسعفني، لانه ده بيسوي وبيعمل كل حاجه. يلا شدوا حيلكم واشتغلوا، انا بعمله لكم تشجيع. انا بحاول اشجعكم واوريكم ان احنا على قد ما نتعب على قد ما نجتهد هنجيب اللي في نفسنا. يعني انا الحمد لله عندي بس كده، انا عندي الحاجه الصغيره وعندي الحاجه الكبيره، اللي على قد استهلاكي استهلكها.
على قد الاستعمال. احنا عندنا هنا في رمضان في السعودية صعب قوي، بنبقوا عايزين حاجات تنقذنا عشان نطلع من المطبخ بسرعة وكده. بصوا انا برضو ايه بوريكم الحاجة ايه في الاخر. الف حمد وشكر، اجتهدنا وتعبنا وشقينا وربنا كرمنا، ومش اول مرة نقبض، ان شاء الله بنقبض كتير مع بعض طول ما احنا مكملين. وحبيت اقول برضو لكل الموجودين فانزاتي اللي عندي الف شكر ليكم، وشكرا لتشجيعكم واهتمامكم بصفحتي وقناتي وبتشجعوني، وانا كمان سعيدة بيكم ومبسوطة، والف شكر ليكم. وباي باي، هنتقابل دايما مع بعض، دايما متقابلين مع بعض في الخير، واترككم في رعاية الله وامن، وعايزين تشجيع كتير. باي باي.